هنتكلم شوية صغيرين عن بوست منتشر في الفيسبوك بيقول لك مناظرة البابا شنودة التي استمرت دقيقتين، وبيقول ان في واحد بيقول له المسيح مش هو الله، فقال له ده الله قال في اشعياء 44:6 انه هو الاول والاخر ولا اله غيري. ده ربنا قالها في 44 اشعياء، وبيقول له طيب من هو المتكلم في هذه الآية؟ جاب له رؤيا 1:17 إن المسيح بيقول لا تخف أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين. هوريها لكم أهو. ده البوست أهو مشهور، يعني يمكن ناس كتيرة عاملاه، وكانوا برضك لما الناس بترد عليا كانت بتجيبهولي. فطبعا ملحوظ هنا وقال لك إيه، فقال لهم البابا من هو الآخر والأول والذي قام من الموت، فلم يجب المشككون وانصرفوا. قال يعني إيه، هو كده انتصر يعني. طبعا الملحوظة اللي أنا عايز أقولها هما ملحوظتين. أول ملحوظة عايز أقولها إن المسيح ما قالش إن لا إله غيري، إحنا قلناها قبل كده الحكاية دي، بس ما علينا نوضحها شوية. وثانيا ان المسيح قال وها انا حي الى ابد الابدين، يعني طبعا ربنا مش لازم، لو ربنا يعني مش لازم يقول انا كنت حي وما زلت حي وهبقى حي، يعني ايه، ربنا ما بيقولش كده اصلا. هو المسيح بيقول كده علشان هو كان ميت وقام، او الله اقامه يعني، وهيفضل حي للابد، مش هيموت تاني. واضح تماما ان المسيح مات. هل اله البابا شنودة او ريفر الشخص ده اله ميت وفرحان قوي ان الهه مات؟ فهي المشكلة جت منين؟ المشكلة جت من كلمة الاول والاخر. انا عايز اقول للناس كلها في كل العالم، مش معنى ان المسيح يقول انا الاول والاخر يعني معناه ان هو الله، او ان الكلمة دي احتكرت على الله. ليه؟ لأن مستحيل الله يقول أنا مت، ومستحيل الله يقول أنا مت وسأحيا إلى الأبد. منطقيا يعني ده للناس اللي عندها منطق ما ينفعش. ثم إن الإخوة المسيحيين بيستخدموا هذه الآية برضك على أساس إثبات الإيه؟ إن المسيح له طبيعة ثانية. بس ده مش تخريب وتحريف وبس وكذب على الناس وتكذيب للإنجيل وتكذيب للمسيح. ده كمان نوع من أنواع يعني أنا مش عايز أشتم حد، بس أنا عايز أقول نوع من أنواع الخبل أو في حاجة غلط. ليه؟ لأن أنت بتقول الله خد طبيعة تانية علشان يموت بيها، ولما مات بيها ماتت لوحدها. ما انا مش فاهم، طب ليه خد طبيعة اصلا لما هي هتموت لوحدها؟ هتقول لي طب الله مات في داخلها، ما ينفعش ان الله يموت. طب ما هو يختار واحد ويخليه يموت على الناس كلها ويديله كل السلطان وكل البركات ويختم نفس الغرض، ما يعملش كده. ليه كده؟ لكنك انت تقول لي الله التصق بانسان وبعدين اللاصقة دي ملهاش لازمة ولا حاجة، والجسد اللي التصق بيه مات لوحده، يبقى في الاخر في اتحاد. يعني في نوع كده من انواع الايه يعني عارف انت انك انت يعني تخترع حاجات، يتهيأ لك حاجات، تتخيل حاجات. فالرجاء لا تفعل ذلك، لان الانجيل لم يقل ذلك، والانجيل مش عايزك تعمل كده. اوكي، ده كلام المسيح وليس كلام الله، والمسيح مات. إذا المسيح مخلوق 100%. إن كنت تفهم عربي، سواء البابا قال كده أو ما قالش كده، الناس سكتت ما سكتتش، مفيش حاجة اسمها الله يموت. قلت لك قبل كده أنا عاشق للفيديوهات اللي بتتناول النصوص غير الكلام التعبير الإنشائي اللي مفيش عليه أي برهان. تعال مع بعض نشوف فيديو لعفت عاوز يثبت ايه. هنتكلم شوية صغيرين عن بوست منتشر في الفيسبوك بيقول لك مناظرة البابا شنودة التي استمرت دقيقتين، وبيقول ان في واحد بيقول له المسيح مش هو الله، فقال له ده الله قال
في أشعياء 44:6 إنه هو الأول والآخر ولا إله غيري. ده ربنا قالها في 44 أشعياء، وبيقول له طيب. طبعا لا يعني يخفى على أي إنسان بيتابع سلسلة مقارنات الأديان إن هذه العبارة من العبارات اللي بيستند إليها أي مناظر مسيحي لإثبات ألوهية يسوع، وإن العبارة دي اتقالت على يسوع. لكن تعال نشوف عفت برضو هيقول إيه. من هو المتكلم في هذه الآية؟ جاب له رؤيا 1:17 إن المسيح بيقول لا تخف أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الأبدين. هوريها لكم أهو ده بس قبل ما نشوفها مع عفت بالله عليك يعني شوف العبارة اللي بتقول لك والحي وكنت ميتا. هل هذا الوصف يليق بالله سبحانه وتعالى؟ هل يليق هذا الوصف بحد تقول عليه إله؟ يعني الحي وكنت ميتا بوست اهو مشهور، يعني يمكن ناس كتيرة عاملاه، وكانوا برضك لما الناس بترد عليا كانت بتجيبهولي. فطبعا ملحوظ هنا وقال لك ايه، فقال لهم البابا من هو الآخر والأول والذي قام من الموت، فلم يجب المشككون وانصرفوا. قال يعني ايه هو كده انتصر يعني. طبعا الملحوظة اللي انا عايز اقولها هما ملحوظتين. اول ملحوظة عايز اقولها ان المسيح ما قالش ان لا اله غيري، احنا قلناها قبل كده الحكاية دي بس ما علينا نوضحها شوية. وثانيا ان المسيح قال وها انا حي الى ابد الابدين، يعني طبعا ربنا مش لازم، لو ربنا يعني مش لازم يقول انا كنت حي وما زلت حي وهبقى حي، يعني ايه ربنا ما بيقولش كده اصلا. هو المسيح بيقول كده علشان هو كان ميت وقام، او الله اقامه يعني، وهيفضل حي للابد مش هيموت تاني. بص، هو في نقطة أنا فاهمها وعاوز أوضحها. يعني الأبدية ليس دليل ألوهية، الأبدية وإنما الأزلية هي اللي دليل ألوهية. الأبدية يعني الإنسان زي ما احنا شفنا في وحي الله سبحانه وتعالى هيبقى أبدي، سواء بقى في الجنة في النار، في أبدية في استمرارية إلى ما لا نهاية. لكن احنا بنتكلم في الأزلية. فأنت لما تقول لي الأبدية دليل على الألوهية، احنا كده بقينا كلنا آلهة. واضح تماما ان المسيح مات. هل إله البابا شنودة أو وريفر الشخص ده إله ميت وفرحان قوي إن إلهه مات؟ فهي المشكلة جت منين؟ المشكلة جت من كلمة الأول والآخر. أنا عايز أقول للناس كلها في كل العالم مش معنى إن المسيح يقول أنا الأول والآخر يعني معناه إن هو الله، أو إن الكلمة دي احتكرت على الله. ليه؟ لأنه مستحيل الله يقول أنا مت، ومستحيل الله يقول أنا مت وسأحيا إلى الأبد. منطقيا يعني ده للناس اللي عندها منطق. ولا سيما ان الجملة ممكن تفهم بطريقة تانية، ان الامر كله حسب تعليم المسيح، لان تعليم المسيح جاية من الله سبحانه وتعالى. فيعني من يتبعه هو الناجي ومن لا يتبعه فهو الهالك. يعني في ممكن تفهم هكذا كمان. ولا سيما ان مثل هذه العبارات وردت على ألسن ناس تانية أو وصف بها ناس تانية. فلو اعتبرنا المسيح إله عشان هذه العبارة، يبقى المفروض نعتبر الناس التانية آلهة عشان هذه العبارة. وبرضو العبارة اللي بتقول والحي وكنت ميتا دي تنفي تماما حتة الألوهية، لأن الله لا يموت، ما ينفعش. ثم إني الإخوة المسيحيين بيستخدموا هذه الآية برضك على أساس إثبات الإيه إن المسيح له طبيعة ثانية. بس ده مش تخريب وتحريف وبس وكذب على الناس وتكذيب للإنجيل وتكذيب للمسيح. ده كمان نوع من أنواع يعني أنا مش عايز أشتم حاجة، بس أنا عايز أقول نوع من أنواع الخبل أو في حاجة غلط. ليه؟ لأن
انت بتقول الله خد طبيعة تانية علشان يموت بيها، ولما مات بيها ماتت لوحدها. ما انا مش فاهم، طب ليه خد طبيعة اصلا لما هي هتموت لوحدها؟ هتقول لي طب الله مات في داخلها، ما ينفعش ان الله يموت. يعني تأكيد لكلام عفت ناقش أي مسيحي كده في موضوع موت يسوع، فتقول له طب هو بيقول لك أولا إن يسوع ليه طبيعتين، اللاهوت والناسوت، فتقول له طب اللي مات إيه؟ يعني اللاهوت مات، يقول لك بس لا ده الناسوت اللي مات. هو طبعا لو قال لك اللاهوت مات سنة، يعني سنة بطاطس خالص، فهو عشان يهرب يقول لك الناسوت هو اللي مات. فتقول له طب الناسوت لما يموت هو كده حقق الفداء؟ ما هو اللي مات جسد انسان، هو جسد انسان ده لا محدود عشان يبقى كفارة للخطية اللا محدودة. هنا بيسقط في يد المسيحي، وبيقعد بقى ايه مش لاقي اي اجابة خالص، عشان قلت لك ان الترقيع لا ينفع. طب ما هو يختار واحد ويخليه يموت على الناس كلها ويديله كل السلطان وكل البركات ويختم نفس الغرض، ما يعملش ليه كده؟ لكنك انت تقول لي الله التصق بإنسان وبعدين اللاصقة دي ملهاش لازمة ولا حاجة، والجسد اللي التصق بيه مات لوحده، يبقى في الآخر في اتحاد، يعني في نوع كده من أنواع الايه يعني عارف انت انك انت يعني تخترع حاجات، يتهيأ لك حاجات، تتخيل حاجات. فالرجاء لا تفعل ذلك، لان الانجيل لم يقل ذلك، والانجيل مش عايزك تعمل كده. اوكي، ده كلام المسيح وليس كلام الله، والمسيح مات، اذا المسيح مخلوق 100%. ان كنت تفهم عربي، سواء البابا قال كده او ما قالش كده، الناس سكتت ما سكتتش، مفيش حاجة اسمها الله يا. بص، انا من خلال متابعتي لمجموعة كبيرة جدا من المناظرات على فترات طويلة جدا، اقدر اقول لك ان اي مسيحي عاوز يخش معاك في مناظرة عشان يثبت ان يسوع اله، هو بيبقى ليه شقين اتنين بس، ولا سيما لو انت حصرته وقلت له اثبت لي ان يسوع اله من الكتاب المقدس، هيتحرك في اتجاهين. هيتحرك في اتجاه العبارات واتجاه الافعال. هيبدأ يجيب لك بعض العبارات من الكتاب المقدس اتقالت على يسوع، ويحاول يلف ويدور ويقول لك ان العبارات دي ما لا يوصف بها الا الاله. وبعدين يجيب لك بعض الافعال ايضا، ويقول لك ان الافعال دي محدش عملها وما يقدرش يعملها الا الاله. وممكن كمان يخش لك على القرآن الكريم ويوريك ان يسوع امات او خلق، ودي يعني سلطة الهية، يبقى هو اله. انت لو قعدت تتحاور معاه مش هتخلص. لكن على طول الطريقة السليمة لمحاورة هذا المسيحي، تبص تلاقي هذه العبارات وصف بها أناس آخرين، فلو اعتبرنا المسيح إله عشان وصف بهذه العبارات، نعتبر الناس التانيين آلهة، وتبقى فرح يعني. كمان الافعال اللي عملها يسوع وهم بيعتمدوا عليها عشان يقولوا عليه ان هو اله، هتلاقي برضو في الكتاب المقدس نفسه ان ناس تانية عملت نفس الافعال، فنعتبرهم برضو هم كمان الهة، وكده تبقى العملية باظت. بس انت لو حاولت المسيحي من هذا المنطلق، هتلاقي المسيحي مش عارف يرد عليك، غالبا بيشتمك او بيهينك وبعدين بيهرب من المناظرة. ولا حول ولا قوة الا بالله. ربنا يهدي الجميع.